حديث آخر من يدخل الجنة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر من يخرج من النار، آخر إنسان يخرج من النار يخرج كالفحمة متفحم، فيكون على شفير جهنم، يرى الناس يعذبونه على الشفير، يحسب أن ما في أحد مثله. ثم تتراءى له شجرتان تحتهم ماء، عين ماء، يقول يا رب أسألك توصلني شجرتين. قال يا عبدي أنت إنسان تخلف الوعد، فإن أعطيتني العهود والمواثيق ما تسألني غير هذا وصلتك. قال يا رب لك كل العهود وكل المواثيق، ما أسألك إلا هاتين الشجرتين وظلهما والماء البارد، أشرب وأستظل وأبعد عن جهنم. قال الله لك ذلك، فيأمر الملائكة تشيله من حفير جهنم إلى الشجرتين هذه. خلاص انبسط الآن، شجرتين وظل وماء. شوي يرى الجنة بعيد، يقول أنا أعطيت عهود ومواثيق الله ما أسأله، لكن هذيك الجنة صعب نقعد هنا. قال يا ربي أنقلني إلى باب الجنة ولا تدخلني، وأعطيك كل العهود والمواثيق لا أسألك إلا ذلك. فيضحك الله يقول ما أغدرك يا ابن آدم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك الله جل وعلا، ضحك أبو هريرة من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح هذا الحديث يروى بحديث الضحكة، ما نقل واحد إلا ضحك. أضحكوا يا جماعة. اللهم لا تجعلنا ذاك الرجل.